بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل السمك المشوي المقلي. اول حاجه جبت مثلا 6 فصوص ثوم، وقطعت طماطمية وفلفل وبصل وقرن فلفل حراق، وبعدين احط اهو معلقتين ملح مثلا وشويه كمون، واحط مثلا معلقتين خل كده، وهضرب في قلب الكب. هضرب كل المكونات دي في قلب الكب، معلقة الخل، وهنضرب كلها بقى لغاية ما نعمله خليط كده بقى نحشي بيه السمك، فرم كده ناعم يعني. هاخد مثلا معلقة او معلقة ونص من الخليط ده، احطه على جنب عشان انا بحطه في تتبيل وانا بعمل الرز الصيادية بتاع السمك، بحب احط منه من التتبيلة دي. هحشي بقى قلب السمك من جوه، وهو في نفس الوقت هتبل الجلد بتاعه من بره برضه بسمنة كده، بحيث ان الجلد كمان يشرب من التتبيل. فانا عندي مثلا ناس بتحب السمك اللي هو البلطي، وفي ناس ما بتحبوش ملهاش فيه قوي، فجبت لها سمك مكاريل. وفي ناس بيحبوا مقلي وفي ناس بيحبوه مشوي. فانا هقلي مثلا سمكتين، وهشوي سمكة، وهشوي المكاريل في الفرن. ادي السمكة المكاريلا اهي برضو تبلتها، وبحط على جسمها من بره برضو تاخد في التتبيله، وبسيبه في التتبيله دي حوالي مثلا ساعة ساعة ونص كده، قبل ما اعمله، بحيث ان هو زي ما يقولوا يتحيق كده، ياخد من التتبيله اللي عليه دي. في الاخر رحت جايه عصر عليه عصرتين ليمون كده، وركنته على جنب كده مثلا ساعتين. وبعد كده بقى اجيب دقيق، مثلا لو انا هقلي هجيب مثلا دقيق انا منخول، واحط عليه مثلا معلقه نشا وشويه ملح صغيرين، وبعدين انزل فيه قلبه السمك. نزلته في قلبه السمك، وانزله في زيت سخن. هقول تاني، الدقيق حطيت عليه معلقه ملح ومعلقه نشا، بحيث ان هو السمكه تبقى ناشفه، عشان ما شاء الله السمك حجمها كبير. هالي سمكتين، وهشوي سمكة مع المكاريل في الفرن. اول ما تتحمر من الجنب يبقى لونها دهبي كده، اروح جايه قلبها على اليمة التانية برضو تحمر، اطلعها بقى تصفي من الزيت بتاعها، وخلاص كده. اول ما هنا بقى رحت جايه شوية واحدة اللي هي بولتي، وشوية برضو المكاريل بقى. اول ما باجي اشويه ويحمر من جميع الحرارة بتاعتهم، انا ببقى محمرة شغالة الفرن قبلها بشوية ومعلية، بحيث ان الفرن يبقى سخن. وبعدين بقى اروح جاية يعني مخلية النار وسط، لا هي عالية اوي ولا واطية اوي كده، ومعلية من فوق ومن تحت، بحيث ان هو يحمر من جميع الجهات. وفي الاخر بقى بروح جاية فاتحة المكاريل ياخد لون تحت الشواية. يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك، تشتركي في القناة. شكرا لكم.